السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة جيدة وبخير. النهاردة جايب لك خبر عاجل ورسمي من مصدر موثوق منه. سوف يتم نقل تردد قناة دراما ألوان من التردد القديم إلى التردد الجديد على النايل سات. تعال أقول لك ايه هو التردد القديم، وازاي تمسح التردد القديم، وازاي برضو تنزل التردد الجديد على الريسيفر بتاعنا. ده هيبقى موضوع حلقتنا النهارده. لو انت اول مره تشوفنا وتسمعنا، يا ريت تشترك معنا في القناه ليصل لك منا كل جديد. ويلا بينا على الشرح. طب يلا بينا. اول حاجه تعالى اعرفك ايه هو التردد القديم. الاول التردد بتاعنا القديم اللي هو 11595، زي ما انت شايف حضرتك على الشاشه. معدل الترميز 27500. القطبيه رأسي. وده التردد القديم زي ما انت شايف حضرتك، دراما ألوان موجودة على التردد القديم. والتردد ده حزمة شرقية، يعني صعب استقباله في دول الجزائر وليبيا وتونس. التردد الجديد ان شاء الله هينزل معانا حزمة عامة، سهل ال- الاستقبال بتاعه في جميع الدول العربية، داخل مصر وبره مصر. ده التردد الجديد معانا. اول حاجة هقول لك ازاي تمسح التردد القديم. اول حاجه هنضغط زرار اليمين الموجود معنا بالريموت، هتظهر معنا اللوحه الموجوده امامنا ديت. هنضغط على اعدادات الهوائي، هنضغط على النايل سات، هنختار بالصليبه يمين عشان نتنقل الى قائمه التردد الموجوده معنا. هنختار القمر. عندك 4 الوان تحت موجودين. هتختار على حذف. هل تريد حذف البرامج؟ والزرار اللون الاحمر، وهنضغط بالصليبه يمين ونضغط نعم. كده التردد بتاعنا القديم انمسح. هننزل برضو التردد الجديد، هعرفك ايه هو. هنختار الميني موجود معنا بالريموت، هنختار قائمة التركيب، هنختار هنختار القمر نايل سات، ونضغط بالصليبة يمين عشان كلمة التردد، ونختار كلمة التردد ونعمل إضافة على التردد الجديد. والتردد الجديد هو 10 8 5 3. القطبية هتبقى رأسي. معدل الترميز 27500. والتردد مفيهوش إشارة حاليا، بس إن شاء الله هتبدأ الإشارة بتاعته يوم 23/10/2021. وهتضغط للبحث، وسوف إن شاء الله هينزل التردد الجديد معاك. وده كان موضوع حلقتنا النهاردة. لو أنت أول مرة تشوفنا وتسمعنا، يا ريت تشترك معنا في القناة ليصل لك منا كل جديد. وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.